السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده سريع وخفيف، هنعمل مع بعض البوريك زي اللي بنجيبه من الأفران بالظبط، وإن شاء الله يكون أحسن. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير بإذن الله تكون متوفرة في البيت. هنصلي على الحبيب وهنبدأ الفيديو بتاعنا. وزي ما هو واضح قدامكم هو قد ايه هش وطري وحاجة كده ملهاش أي وزن خالص، خفيفة وجميلة جدا. أتمنى إن شاء الله فيديو النهاردة يعجبكم. هنصلي على الحبيب ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. والمقادير بإذن الله هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. معانا هنا 500 جرام من الدقيق، نص كيلو، معادل تقريبا 4 كوبايات، ومعاهم كوباية كبيرة مية. المية بالظبط لو عندكم ميزان هي 200 جرام. وعندنا نص كوباية من السمنة، وعليها ربع كوباية من الزيت. عايزة تزودي كمية هنا أو تقللي هنا، يعني تعكسي، مفيش أي مشكلة. وعندي معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة اللي هي الفورية العادي، وهاخد معلقة كبيرة صلصة. بس قسمت نص مقدار المية وحط عليه الخميرة والسكر، وهنقلبهم شوية، وبعد كده نركنهم على جنب لحد ما نكمل، يعني لحد ما نحتاجهم. وهنا المرحلة دي احنا كده بنختبر الخميرة بتاعتنا. في البولة بقى اللي هنعجن فيها حطيت السمنة على الزيت، وحطيت عليهم المية. ملحوظة المية لازم تكون دافية، مش سخنة طبعا، لازم تكون دافية. وحطيت معلقة هنا كبيرة من الصلصة، وهنقلب السوائل بتاعتنا كويس جدا. في الوقت ده، هي الوقت اللي أخدته الخميرة بالظبط، هو اللحظات أو الثواني اللي أنا عملت فيها، اللي حطيت المكونات هنا على بعض. بس هنجيب بقى الخميرة بتاعتنا، بصوا تفاعلت الحمد لله، شغالة وجميلة. هنحطها بقى على الخليط بتاعنا، وهنقلبهم كويس جدا. وكده المقادير السائلة جاهزة معانا. الدقيق كنت نخلاه طبعا قبل ما نستخدمه. حطيت عليه رشة ملح، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعنا كله على الخليط السائل. ممكن تحتاجي حوالي ربع كوباية مية زي ما حصل معايا. يعني احتاجت ربع كوباية مية، لأن نوع الدقيق اللي أنا استخدمته النهاردة ده كان أول مرة استخدمه، تقريبا اسمه الكوثر. بس يعني عادي كويس، بس هو بيحتاج كمية سوائل أكبر من اللي أنا كنت يعني حاسباها. ناخد معايا بالظبط كوباية كبيرة وربع كوباية مية، كوباية وربع يعني من المية. قلبتهم كده بالسباتيولا. وبعد كده هابدأ بقى اشتغل بايدي، لان انا كده خلاص لميت السوائل، فخلاص كده ايدي مش هتتبهدل ولا حاجة. نعجن بقى كويس جدا وفترة طويلة. العجن بيبقى من 6 ل7 دقايق. اسفة الصداع اللي بنتي عاملاه، معلش، وقايله لها راح اجيب لك حاجة عشان تسيبني شوية لحد ما اسجل بس الفيديو. خلاص هنا هنعجنها بقى كويس جدا. وبجيبها كمان على المفرش السيليكون، واقعد اعجن كده لحد اهو، اجيب الحتة دي معاكم لحد ما نوصل لملمس ناعم وجميل. بصوا احلى مرحله العجن دي بالنسبه لي يعني. في ناس كتيره بتحب تعجن بايديها وكده. وخلاص كده نعمنا العجينه بتاعتنا وبقت تمام، وخدت وقتها المظبوط في العجن. كده خلاص هنركنها 5 دقايق بس، احنا مش هنخمرها. 5 دقايق لحد ما اجهز بس الصواني اللي هستخدمها. دهنت الصواني او الصاج اللي هستخدمه معلقه صغيره كده من الزيت. وخلاص هنبدا بقى نشكل العجينه بتاعتنا. عندك اختيارين في تشكيل العجينه، ممكن تعملي زي ما انا هعمل دلوقتي، فتقطعيها قطع صغيره، او تفرد كمية العجينة بتاعتك، تقسميها نصين وتفرديها وتعمليها كأنها ميني بيتزا. بس انا بحب العجينة دي افضل. انا هنا استخدمت الميزان، اللي انا بصراحة من الناس اللي هو ما بتطلعش معايا الحاجة مظبوطة زي بعض، فانا كنت عايزة اعملهم كلهم يكونوا نفس المقاس، فخلاص استخدمت الميزان. بص، وهي تكون على بالظبط قد الليمونة كده، اللي هي تكون حجمها متوسط، ليمونة حجم الليمونة المتوسط. كانت معايا على الميزان 25 جرام. بس يعني في حاجات كانت بتبقى 26 جرام عادي، كنت بمشيها مش مشكلة. وخلاص بنقطع هنا، عملت معاكم كام واحدة، بعد كده خلاص عملتهم كلهم. بعد كده بدأت أقطعهم وأوزنهم كلهم، وخلاص بقى بعد كده أكور يعني. بس بالشكل ده كله بيبقى 25. هي المفروض ماشيين ل25 كويس جدا، يعني أكبر من كده مش هيكون كويس. فيفضل الميزان طبعا، لو مش موجود مش مشكلة، هو هيكون حجم الليمونة زي ما قلت لكم وبس. وعادي بيبقى جميل وزي الفل. كده هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها. الجبنة اللي استخدمتها أي نوع جبنة انتوا تفضليها بتحبوه يعني، أو تفضلوه في البيت عندكم. احشي بيه أي حاجة بقى. بناخد بقى أول كرة احنا كورناها، وهنحط فيها كده كمية ما تكونش كمية كبيرة للجبنة، وبعد كده بنقفل عليها كويس جدا، وبعد كده نلفها. طبعا احنا مش بنفردها جامد، هو بس بنفردها حاجة بسيطة لحد على قد ما نحشي يعني وكده. وأهم حاجة نتأكد ان احنا قفلناها كويس جدا. وبس بتبقى بالشكل ده طولي شوية. وهكذا هعمل معاكم كام واحدة.
بس مش بافردها جامد ولا حاجة، وبإيدي كده حاجة خفيفة، وباحط كمية من هي الجبنة اللي أنا استخدمتها هنا الجبنة البراميلي بس، وباقفلها كويس وخلاص كده الموضوع سهل وبسيط والله مش هتاخد معاكِ من أول عجنها للآخر يعني نُص ساعة، ساعة بالكتير، لإن بتستني بس الفرن وحتى في الفرن ما بتاخدش وقت خالص والله. تعملوها كده تفطروا بيها أو في العشا حاجة كده خفيفة مع كوباية شاي بلبن بالليل حاجة جميلة جدًا، ولو عايزة تحطيها طبعًا في الlunch box تحفة، وبقى سعرها غالي جامد في الفرن دلوقتي. نأكد على إن احنا نكون قافلينها كويس. الصينية أو الصاج اللي أنا شغالة فيه دهناه حاجة بسيطة زيت زي ما قُلت لكم. خلاص أنا في الوقت ده يعني بعد ما شكلت كمية أنا باوريكم كام واحدة وبعد كده خلاص هاكمل أنا هاشوف هاعمل ايه تاني، بعد ما يعني أشكلهم لوحدي عشان مطولش عليكم وقت الفيديو. آسفة لو في أصوات كتيرة في الفيديو بتاع النهاردة، لإن الولاد كانوا خلاص رجعوا من المدرسة. خلاص بقى هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها، عملوا معايا الصاجين دول وكمان صينية كمان صغيرة، يعني عملوا كمية كويسة جدًا من نص كيلو دقيق يعني ما كمية بصراحة جميلة جدًا. بصوا هنا بقى دي صفار بيضة وعليها حوالي معلقة لبن ورشة كده فانيليا بس، وهندهن بقى الوش بتاعنا بيدي لون وجميل جدًا ولمعة جميلة برضه. بس نحاول ما نوقعش أنا على طول بصوا بينزل مني نحاول ما نوقعش عشان ده بيتحرق في الفرن في الوقت ده، يعني هنا كان خلاص أنا سيبتها اختمرت نص ساعة وبعد كده بنبدأ ندهنها من نص ساعة لساعة براحتك، بس هي هتلاقيهم ما شاء الله يعني هتلاقي اختمر معاكي بسرعة مخدش معايا كمان نص ساعة. عملت حاجة بسيطة ورجعت لقيتهم الحمد لله اختمروا، في الوقت ده كنت مشغلة الفرن سخن جدًا، وبعد ما دهنت طبعًا احنا بندهن بالراحة عشان ما نبوظش اللي احنا عملناه في الاختمار أو مرحلة التخمير. دي حبة البركة بنزين بيها وممكن نحط أنا هاحط معاكم سمسم ممكن زعتر أي حاجة تحبوها يعني، وفي شوية أنا هاعملهم سادة عشان بناتي مش بيحبوا الحاجات اللي بتكون فوق يعني السمسم أو حبة البركة الحاجات دي. خلاص بصوا دخلتهم الفرن كان سخن جدًا وبعد كده هديت درجة الحرارة فسخونية الفرن بتخليه يرتفع معانا، ودي الكمية التانية عملتها ودول الحبة اللي قُلت لكم عليهم إن أنا عاملاهم سادة. بس في الوقت ده كان خلاص الصاج ورا التاني وخلاص بيطلعوا في ثواني، وكل شوية باقلب الصاج بالفه يمين وشمال عشان ياخد كل نفس اللون من جميع يعني الجوانب. هاوريكم بقى شكلها بصوا قد ايه هي هشة وطرية وجميلة جدًا، يعني أنا والله هنا كانت يعني أنا ده الصاج اللي طلعته الأول اللي أنا باقطع لكم منه، التاني ده كان سخن يعني بصوا ما كان لسه خارج يعني من الفرن، بس جميلة جدًا وطعمها تحفة، وطبعًا أي حاجة معمولة في البيت بتبقى أفضل وأحسن. بصوا جميلة جدًا وتحفة، أتمنى تكون عجبتكم وأكون قدرت أوصل لكم كل معلومة أو يعني كل حاجة تقدري تطلعي بيها حاجتك ناجحة وجميلة. ومن الحاجات والله بجد المعجنات دي من الحاجات السهلة البسيطة بس اخدميها كويس أو اديها حقها وهتطلع معاكي تحفة. بس وقدمتها بالشكل ده وطبعًا لازم الحاجات الجامدة دي جنبها كوباية شاي كويسة. أنا كنت لوحدي فعملت كوباية شاي ليا لوحدي. بس وهنقدمهم بالشكل ده وبعد كده طبعًا هنحتفظ بيهم ازاي عشان منشفش مننا، في أي طبق بلاستيك ممكن نحط ورق زبدة في الأرضية أو لو عندك موجودة عندك العلب اللي هي الصاج دي بتبقى تحفة. أنا حطيته في طبق بلاستيك وليه الطبق ده ليه غطا أو علبة بلاستيك أي حاجة، وبحتفظ بيه عادي ما باحطوش في التلاجة ولا أي حاجة بيفضل تحفة، وهو طبعًا مش هيقعد وهيتاكل على طول. وخلاص هنا كوباية الشاي بتاعتي التحفة جدًا، وأسيبكم في رعاية الله مع ألف سلامة.